السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا اللي أول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك وينورني كده باشتراكه، ويحط لنا اللايك الجميل للفيديو، ويا ريت مشاهدة لغاية الآخر، ويا ريت تشاركوا لنا الفيديو. أعزكم الله. وطبعا متابعيني الجمال اللي منوريني في قناتي، بالله عليكم ما تنسوش اللايك. أول حاجة كده هندخل على الفيديو ونشوف احنا بنعمل ايه. جبت النهاردة كمية حلوة كده من الملوخية، يعني هقول لكم في آخر الفيديو سعر كمية الملوخية دي بكام. قعدنا كده أنا والبنات نقرطف فيهم. طبعا قبل أي شيء في الملوخية، قبل ما تقرطفيها وتعملي أي حاجة هي وبعودها كده، تمسكيها وتغسليها، وبعد ما تغسليها كده تحطيها على ملاية نظيفة علشان تنشف، أو فوطة عندك لغاية ما تنشف خالص من المية. لان هقول لكم على كذا حاجة، في ناس كتير بتنشف الملوخية وبتسود منها وبتبوظ وبتبقى يعني تعبت على الفاضي. فان شاء الله باذن الله كده هقول لكم على كم معلومة من ضمنهم. انا بوريكم لما بقرطف الملوخية، بقرطف كده لغاية اخر الحتة كده، العصب مش ورقة ورقة، لا، بيبقى فيه جزء من الملوخية هوريكوها لكم من دلوقتي تاني. هي دي بتدي تسكيرة وبتدي عرق للملوخية الناشفة. عاملة كمية حلوة كبيرة، هقول لكم برضو على السعر في اخر الفيديو. بصوا الملوخية بتلمع وحلوة وجميلة وخضرة ومرعرعة. هتجيبيها من السوق، هتجيبيها من عند حد زارعها في غيط، هتجيبيها من اي حد. طبعا لازم تجيبيها لونها يكون مخضر وحلو. تجيبيها كده تكون صبحة وما تركنيهاش. جبتيها اشتغلي فيها على طول، تغسليها وتنشفيها. وطبعا مثلا لو وراكي مشوار او في عندك حاجة وعايزة تعمليها وما عندكيش وقت، وتمسكيها بعد ما تغسليها تلفيها بفوطة او ملاية من اولها لاخرها، ما تبانش منها حاجة. لان لو سبتيها معرضة للجو ومعرضة للهواء هتدبل وتجلد معاكي وهتمرض ولونها يسود، ومش هتعرفي، هتبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده، ومش هتعرفي تقرطفيها خالص. اما لو جبتيها على طول وغسلتيها بدأتي شغلي فيها وبلونها الحلو الجميل ده اللي انتوا شايفينه، هتجيبيها وتغسليها بعودها. مش تقولي ارطفها الاول وبعدين اغسلها. الكلام ده بنعمله لما نكون بنروح نطبخ الملوخية على طول، لكن لما تيجي تنشفيها تعملي العكس. هي وبالعواد بتاعتها تغسليها غسلة محترمة، وبعد كده تنشفيها لغاية ما تتصفى منها المية خالص. هتحس ان هي رعرعت كده معاكي اكتر بعد ما تتغسل، وبعد ما بتنشف كمان بترعرع معاكي اكتر. جبت هنا بصوا بعد ما قرطفت الملوخية ومقرطفاها، واي ورقة صفرة اي ورقة لونها مسود مش عجباني بشيلها على طول، ما بخليهاش وسط الملوخية. مش تقولي لا هتنشف وبعد كده لونها يبقى اخضر تاني، لا، هتفضل معاكي لونها مسود وهتبوظلك الملوخية بتاعتك. اول ما بتتفرك، او برضو الورقة الصفرة دي برضو بشيلها. بحافظ على الملوخية دي او انشفها ازاي برضو، دي خطوة مهمة جدا. بتجيبي مثلا صينية عندك واسعة، انا عندي طبق العيش ده اللي بعد ما بخبز بطلع فيه العيش، ده بيبقى نضيف ومركون على جنب كده. ومن وقت للتاني بجيب فوطة مبلولة وبمسكه بالفوطة المبلولة بنضفه خالص كأني بغسله. بس ما ينفعش ان انا اغسله بالمية والفرشة، لان ده جواه قش ممكن يبوظ. تمام. انا برضو بنشف الملوخية وبحطها كده برشرشها وبحطها كده في الطبق. اي ورقة مش عجباني ولونها مش عاجبني بشيلها. شايفين الكمية دي اللي انا عاملاها والكمية اللي في القفص؟ بسم الله ما شاء الله كده. بصوا يعني خدت معانا ساعتين كده ارطفة. بحطها في طبق واسع، وكل شوية صبح وليل لازم اقلب فيها عشان يطولها الهواء. ببقى فاتحة المروحة فوقيها على الاخر، لازم التقليب. شوية كمان اللي فاضلين دول في القفص ده انا غسلاه كويس جدا وبستخدمه، يا اما بجيب فيه عيش يا اما اجيب فيه خضار، فنضيف جدا. برضو هو مفتح من فوق ومن تحت، ففيه تهوية حلوة جدا. برضو هسيب شوية الفاضلين بدل ما اكمرهم في الطبق بتاع العيش، هسيب شوية دول في القفص. بصوا انا عايزة اوريكم كل المراحل بنعمل ايه وبنوصل لحد فين، والنتيجة الاخيرة خالص بتكون ايه، شكلها ايه. الملوخية لما بننشفها وبننشفها تحت مروحة غير لما بننشفها تحت الشمس. الشمس بتخلي لك لونها بني ومسود وما بتبقاش حلوة خالص، وبتضيع لك ريحة الملوخية ونكهة الملوخية في الطبخ.
احنا بنعمل ايه؟ بننشفها تحت المروحة وبنسيبها كده مثلا تحت المروحة من ساعتين ل3 ساعات ونقلب، من ساعتين و3 ساعات ونقلب صبح وليل وتقلبي. كل ما تقلبي يبقى الهواء طال اللي من فوق واللي من تحت، والكمية دي اللي انتوا شايفينها في الطبق دي هتهبط خالص. بحتفظ بها ازاي؟ اولا لما بتنشف بفركها بغربال سلك او منخل سلك او عندك اي مصفى، ابدأي افركي بايدك زي ما انت شايفة كده، بس انا بمسك كمية كبيرة كده بايديا الاتنين وبفركها، وبعد كده بنخلها بالمنخل السلك. ولو حابة كمان في ناس بتعملها بطبق بتنفضها وتقولك اطلع منها العودة، بس الحتة العودة الصغننة خالص دي اللي بتبقى قلب الملوخية دي، القلب اللي في النص، هي دي اللي بتديلك تسكيرة للملوخية. شايفين لون الخضار بتاعها؟ دي لونها لما نشفت، ودي لونها بعد ما اتكرمت او اتفركت او اتجهزت خالص كده. المرحلة الأخيرة دي اللي هتستخدمها للطبخ. بصوا الملوخية بتلمع وجميلة وخضرة وطعمها هيكون زي السكر لما تيجي تطبخيها. دي ليه؟ عشان عملتيها طازة، ما تركنيهاش. اكتر حاجة بتبوظ الملوخية هي الركنة، ان انت تجيبي كمية الملوخية وتقولي هخلص اللي ورايا وبعد كده اشتغل فيها. لا، امسكيها الاول اغسليها وعلى بال ما تتصفى اعملي شغلانة وخلصي منها. آه تيجي تقرطفيها على طول، تنشريها كده، تنشريها ما تسيبهاش مكمكمة. في ناس بتسيبها على بعضها لتاني يوم وتقولك تاني يوم الصبح ابقى انشرها، ما يجي الليل ابقى انشرها. لا، انا بعد ما بكرمها زي ما انتوا شايفين بتنشف وبكرمها، برضو بحتفظ على طول بيها بعد ما تتكرم على طول في برطمانات زي ما انتوا شايفين. كلنا عندنا يا اما برطمانات يا اما علب تلاجة. عندنا لو ما عندكيش برطمانات خالص، لو جبتي حتى برطمانين من البرطمانات دي مش غالية، يعني البرطمان ممكن يطلع له 5-6 جنيه، فمش غالي. آه البرطمانات بتاعت السمنة برضو هي دي بتاع سمنة. بعد ما بتنشف وبكرمها بحطها في البطرمان وبحطها في باب التلاجة يا اما في الحافظة بتاعت التلاجة. المهم بتبقى وصلاها السقعية بتاعت التلاجة. ليه؟ التلاجة والسقعية بتاعتها ما بتخليهاش تدود. ممكن انت ما تشوفيش الدودة البسيطة اللي بتبقى في الملوخية مع الحرارة، لو حطيتها في بطرمان او في كيس وركنتيها كده في ظرفة مطبخ او في التربو او في اي مكان وتقولي كده انا هحتفظ بيها، فاضمنك ان هتهلس وهتدود وهتبقى حاجة مش حلوة بالمرة، غير ان طعمها ولونها هيغير خالص خالص، مش هتعرفي تاكليها. ممكن هتاكلي في اول شهر منها، بعد كده هتروح مدودة على طول وتبوظ. اكتر حاجة الورقيات والحاجات دي سواء بامية سواء ملوخية ايا كان بتبوظ من الحرارة، حرارة الجو بتبوظ منها. هتقولي الجو شتا واحفظها بره المطبخ او في المطبخ مثلا بره التلاجة قصدي، مش هتقعد معاكي، مش هتطول معاكي. فخسارة الحاجة دلوقتي غالية، نعرف طريقة حفظها صح علشان تقعد معانا ونستفاد منها لغاية آخر حبة منها. عايزة اقول لكم الملوخية اللي في البطرمان دي اللي انا حاطة منها شوية في الطبق باللون الاخضر اللي انتوا شايفينه ده، دي كانت موجودة معايا من الصيف اللي فات، من الصيف اللي فات. برضو عملت نفس الخطوات اللي انتوا شايفينها دي وكرمتها على طول، وبعد كده شلتها فين؟ في الحافظة بتاعة الفريزر التلاجة، في الحافظة بتاعة التلاجة او في باب التلاجة. ممكن تعمليها في كيس بس خرجي منه الهواء واربطيها كويس، واول ما تستخدمي اربطيه تاني وما تسيبوش من بره عشان ما يلقطش ريحة. تمام؟ مش هتاخد من ريحة التلاجة ولا الملوخية هتكرف من ريحة الأكل اللي في التلاجة ولا الكلام ده خالص نهائيا. أنا طريقة معتمدة ليا سنين، وأي حد بقابله أو بيجيب ملوخية أو المعلومة دي بقولها بما يرضي الله لأي حد، علشان برضو محدش تتخسر عنده حاجة وطبعا ليكي ثوابا عند ربنا إن انت بتدي معلومة ونصيحة لحد بيستفاد منها بدل ما يخسر حرام. والحاجة غالية، الحاجة غالية. تخيلي لو هتجيبي من السوق مثلا هو في السوق بيبيعوها بالعلبة الملوخية، مش ضامنة أولا نظافتها وغالية على الفاضي، ومش ضامنة تكون طعمها حلو ولا لأ. فإحنا نعمل حاجتنا في بيتنا بنظافة وأوفر. يعني الكمية دي أنا قلت لكم في آخر الفيديو هقول لكم الكمية دي أنا جايبها بكام. الكمية دي أنا جايبها ب20 جنيه. تخيلي مثلا أنا جبت ب20 جنيه، هجيب مرة تاني ب20 جنيه هتكفيني طول الشتاء.
لأسرتي. انا مش بعمل باميه ناشفه ملوخيه ناشفه بس، انا بعمل باميه ناشفه. اللي شايفينهم في الطبق دول كانوا فايضين من طبخه عندي زياده، فقلت انشفهم بالمره. بعمل الباميه ازاي برضو ان شاء الله لما هجيب باميه هوريكم بعملها ازاي. بغسلها كذلك الامر وبنشفها هي وسليمه، بعد ما بتجيلي من عند الحد اللي انا مشتريها منه، سواء من السوق، من الغيط، من عند خضري، من عند اي حد، بس اشتري الحاجه الطازه الفريش مش الدبلانه. بغسلها واحطها على فوطه تتصفى وتنشف كويس. بعد كده ببدا اقلمها واقطعها بالشكل ده وانشفها. عايزه تعملي تشوفي طريقه كمان تاني تحطي في الفريزر. انا بصراحه جربت السنه اللي فاتت ان انا احط في الفريزر كتجميد. ولادي ما حبوش المجمده زي الناشفه، بيحبوا الناشفه جدا. بيحبوا الخضره اللي هي طازه في وقتها اللي هي في الصيف كطازه. اما في الشتاء طول الشتاء بنعمل الباميه الناشفه. وزي ما قلت لكم الحاجه لما تجيبيها انضف واوفر وتعمليها في بيتك انضف واوفر ليكي. يا رب يكون الفيديو بتاعي مستفاد للكل. استودعكم الله.